ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عامله معاكم وصفه مميزه جدا. طعم مختلف ويعني طراوه في الفراخ رهيبه. هي شيش طاووق بصوص مميز جدا. والشيش طاووق نفسه التتبيله بتاعته مختلفه. ده صوص اللي انا عاملاه صوص الجبن مختلف وبيديها مذاق رائع رائع بجد. من ساعه ما عملتها بالطريقه دي وانا اعتمدتها مش هعملها غير بالطريقه دي. يعني انا عن نفسي مش هعملها غير بالطريقه دي، لان طعمه مميز جدا للفراخ. وبصوا بيدوب. وطبعا صوص الجبن مدي طعم ورا الخيال، يعني تحفه جدا. بصوا بقى بسرعه نقول الطريقه. جبنا بصلايه وطماطمايه. هكتب لكم المقادير كلها اخر الفيديو. ومن 4 ل5 فصوص ثوم. تمام. وهنبتدي برضو نتبل بتوابل، يعني ملح وفلفل اسود حسب الرغبه. وهنحط بقى معلقه صغيره من التوابل، من كزبره ناشفه. ممكن تستعملوا بابريكا او لا، على حسب. انا ما استعملتش هنا بابريكا، بس ممكن تستعملوا بابريكا. هنا حطيت معلقه صغيره من الكزبره الناشفه. تمام. وحطيت معلقه زيت زيتون. يعني مش حاطه توابل كتير ولا حاجه، بس يعني في الاخر الطعم تحفه. يعني الخلطه دي نفسها يعني على بعضها كده مديه طعم تحفه جدا. هنا معلقتين صلصه او معلقه كبيره، ومعلقه كبيره مستردة. يعني اما معلقتين صغيرين صلصه، يا اما معلقه كبيره صلصه مع معلقه كبيره من المستردة. وهبتدي اضرب الكلام ده كله ضرب ناعم. انا عايزه افرم الكلام ده كله فرم، يعني هو بيبقى زي ايه، زي معجون كده. قوام ناعم جدا عشان هتبل بيه الشيش طاووق. ده القوام اللي انا عايزاه. تمام كده. وبعد كده بجيب بقى صدور مقطعه مكعبات او الشيش على حسب المتوفر عندكم. وهنا برضو خضار مقطع مربعات كده. فلفل رومي وفلفل الوان وبصل. هحط عليهم التتبيله واقلب كويس قوي. عايزه التتبيله تدخل في كل حته في الفراخ والخضار كمان، عشان يديله مذاق حلو. ومع الشوي بقى بيدي طعم تحفه يعني. تمام كده. هسيبه في التتبيله عندكم من 10 دقايق لمفتوح بقى، ممكن لليله كامله. بعد كده وبتدي نفس النتيجه على فكره. تمام. بعد كده هحطهم في اسياخ خشب. وهبتدي بقى يعني بعد ما اخلص الكميه كلها واحطهم كده، يعني الخضار بالتبادل مع الفراخ. اخلص بقى الكميه كلها وهبتدي بقى زي ما انتوا عايزين تعملوها في طاسه. هنا انا حطيت معلقه زيت زيتون وهعملها كده في طاسه على النار، او على الجريل، او في الاير فراير، او في الفرن. اللي انتوا عايزينه كله بيدي نتيجه كويسه جدا، بس دي طريقه بحس انها على البوتاجاز بتبقى سريعه جدا. تمام كده. ببتدي احط اسيخ شيش الطاووق على الطاسه، وابتدي اقلبهم لغايه لما ياخدوا لون من كل الجهات. يعني عايزه اخد لون من كل الجهات. طبعا احنا لو سايبينها فتره طويله مش بنسيبها كتير على النار، بتبقى خلاص يعني اول ما هتاخد لون يبقى كده استوت. لو مش سايبينها فتره كتيره يبقى بحط عليها الصوص اللي هو بتاع التتبيله ده، بضيفهم عليها كده واسيبهم شويه. الحبه اللي انا هسيبهم دلوقتي لغايه لما يتبخروا من الزيت، هو ده اللي هيكون استووا فيها. تمام كده. الفتره دي هتكون استوت على بال ما الميه اللي انا حطيتها دي بتطري هنا الشيش طاووق تديله طعم. وبعد كده بتنشف ويبتدي يتحمر. باخد كده دايما من التتبيله واقوم عامله بالفرشه واقلبها لغايه ما تاخد اللون الذهبي. ده صوص الجبن. الحقيقه انا ما تصورش يعني، بس انا كاتبلكوا المقادير والطريقه في اخر الفيديو. هو سهل جدا في تحضيره. وبحطه عليه على طول اول ما يطلع الاتنين سخنين، بحط الصوص على طول على الشيش. بجد يا جماعه هتعتمدوا الطريقه دي، طريقه بجد تحفه. انا نفسي شخصيا اعتمدتها. وبون ابيتي. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير.